السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات منى الشرقاوي. اليوم إن شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. غنحضر معكم كيكة الشوكولاتة بمذاق خطير، كتجي معلكة ورطبة ومسقية ولذيذة بزاف بزاف وسهلة جدا في التحضير. كيف ما كتعرفوا الأطفال كلهم كتعجبهم الكيكة الشوكولاتة بصفة عامة، وكتعجبنا حتى حنايا الكبار، فما فيها باس مرة بدون أي مناسبة نفرحوهم بشي حاجة بهذا الشكل هذا اللي غادي تعجبهم وتبدل عليهم الروتين. فجربوها، أكيد غادي تبهر الجميع شكلا ومذاقا، وغادي تعجب عائلتك الصغيرة والكبيرة. وكنتمنى الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنساونيش بالدعم ديالكم وديروا لايك او جيم للفيديو والاشتراك في القناة باش تتوصلوا بجديد الوصفات. فخليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير من اول الفيديو للاخير. فغنحتاجوا في المكونات 3 بيضات، كأس إلا ربع سكر سنيدة، كأس إلا ربع خليط زيت الزبدة، كأس إلا ربع ديال الحليب، قبصة ملح، كيس سكر بنكهة الفانيلا، 2 أكياس الكاكاو المر، 2 أكياس خميرة الحلويات، و300 غرام ديال الدقيق أو ما يعادل 3 كؤوس ما عامرينش بزاف. وكيف العاده وبطريقه سهله وكيف كنحضروا اي كيك، كنوضعوا اولا البيض بدرجه حراره المطبخ باش يساعدونا يطلعوا وينجح معنا الكيك، ثم قبصه ملح، وكأس الا ربع سكر سنيده، دائما العبار بكأس العنبه، ثم كيس سكر بنكهه الفانيلا، ثم ملعقة كبيرة من الماء غليان أو طايب باش يساعدنا أنه يطلع معنا البيض مزيان، خصوصا إلا كان في الثلاجة بارد. فغنحرك الخليط مزيان بالطراب الكهربائي حتى يبيض لينا الخليط ويضاعف في الحجم ديالو. عاد كنضيفوا باقي المكونات ودائما مع التحريك المستمر. فدابا غنزيدوا كأس الا ربع خليط الزبده والزيت. فصراحه هذا الكيك السر ديالو هو الزبده، كيعطيها واحد المذاق رائع. ومع التحريك المستمر غادي نضيفوا كأس الا ربع ديال الحليب ونخلطهم مزيان حتى ينسجموا لينا جميع المكونات. فلما متوفرش عندكم الطراب الكهربائي فماشي مشكل ديروا الميكسور او الطراب اليدوي. فغادي نضيفوا الدقيق بالتدريج شويه بشويه. فانا ضفت شويه، دابا غادي نغربل 2 اكياس من الكاكاو المر ما يعادل بالمجموع 15 غرام. فضروري انه يتغربل، ندوزوه مزيان مع ملعقه ديال الدقيق بهذه الطريقه هذه. ثم نحرك المكونات مزيان حتى ينسجم لينا الكاكاو. فإلا ما متوفرش الكاكاو ديال الاكياس ممكن انكم ديروا 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو اللي كيتشرى بالعبار، ثم 2 اكياس ديال خميره الحلويات حتى هما ضروري يتغربلوا، والكميه المتبقيه ديال الدقيق فانا سبق ليا غربلته من قبل. فغنحركو مزيان غير بالطراب اليدوي بهذه الطريقه هذه. فهانتوما كيف كتلاحظوا معايا ما خصناش نبالغوا بزاف في التحراك بهذه الطريقه، ما كيجيش خفيف بزاف ولا ثقيل بزاف، كتجي النتيجه ديالو زوينه. والدقيق ممكن انه يجي لكم قل من 300 غرام او اكثر على حسب نوعيه الدقيق. فانا خديت هنايا مول على شكل قلب، ممكن اي مول تبغيو تستعملوه. فانا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، ممكن ندهنوه حتى بالزيت ماشي مشكل. ثم نرفعوا يدينا الفوق ونوضعوا الخليط باش يجينا الكيك مهوي وخفيف، ونوضعوه في الفران اللي سبق ليا سخنته على 180 درجه لمده 30 او 40 دقيقه حتى يطيب. في هذا الاثناء غادي نوجدوا السيرو اللي غادي نسقيو به الكيك ديالنا. فغنحتاجوا كاس د العنبه او نصف كاس د العنبه ديال الحليب اللي سخنته من قبل، و6 ديال القطع ديال الشوكولاته السوداء، ثم ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان. فغنحركوا الكل بهذه الطريقه هذه في الكاسرول، غنوضعوهم مجموعين حتى نشوفوا الشوكولا ديالنا داب وحتى القهوه اللي درنا دابت مزيان. ونصفيوهم في الكاسرول، نوضعوهم نخليوهم يبردوا جانبا حتى نخرجوا الكيك ديالنا من الفرن. فهانتوما الخليط كي جا. ثم من بعد ما خرجنا الكيك من الفرن طابت، فهانتوما الشكل ديالها كي كيجي. ناخذوا واحد الفورشيط نثقبوها مزيان، وفي هذا الاثناء غادي
نسقيوها بهاد الخليط اللي وجدنا. صراحة كتجي زوينة بزاف. غادي نوزعو الخليط بالتساوي ونخليها على جنب حتى تشرب لينا السيرو كله بهاد الطريقة هذه. ممكن انكم تضاعفوا في السيرو، ديروا مثلا عوض نصف كاس ديال الحليب ديروا كاس الحليب و12 قطعه ديال الشوكولاته وجوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان او القهوه المقطره. فمن بعد ما سقيتو غنوضعو جانبا نخليه يتشرب مزيان. فنجيبوا واحد الكاسرون نوضعوا نحاولوا اننا نصاوبوا الكلاصاج. فغنحتاجوا الكلاصاج ملعقه سكر، ملعقه كاكاو، ملعقه نشا، ثم 12 قطعه ديال الشوكولاته السوداء اي نوعيه حبيتوها، وكاس كبير ديال الحليب، ثم ملعقه ديال الزيت وواحد ياغورت طبيعي. وفي كاسرول غادي نوضعوا كاس كبير ديال الحليب مع ملعقه ديال السكر والملعقه ديال الكاكاو المر وملعقه النشا، ثم ملعقه كبيره ديال الزيت. صراحه الزيت كيعطيه واحد اللمعان زوين بزاف. فهاد الكلاصاج كيجي رائع. ونحركوا المكونات مزيان ونوضعوهم على عافيه اللي تكون مهيله، ونبقاو نحركوا بهاد الطريقه هذه شويه بشويه حتى نلقاوه عقاد. فهانتوما كيف كتلاحظوا معايا فعقاد لينا شويه. ونطفيو عليه العافيه ونوضعوا القطع ديال الشوكولاته السوداء. فالشوكولا كيبقى دائما على حسب النوعيه اللي كتبغيو نتوما، او ممكن ما تضيفوش تخليو غير الكاكاو، حتى الكاكاو كيعطيها واحد النسمه زوينه. ودائما العافيه تكون مطفيه باش ما يتحرق لينا الشوكولا وتجي لينا في هذيك الريحه المجهده. ثم غادي نضيفو واحد ياغورت طبيعي، فهو كيعطيه واحد المذاق لهذا الكلاصاج رائع بزاف. اكيد انا ننصحكم تجربوه. فغنحركوا الكل مزيان بهذه الطريقه هذه. فهو مازال سخون. هذا هو القوام ديالو كيف لاحظتوا معايا. فها هو الكيك ديالنا من بعد ما تشرب لينا مزيان. وضعته فوق واحد الشبيكه، وضعت واحد البلاستيكه تحت منها، ثم غادي نخويو عليه الكلاصاج بهذه الطريقه، نوزعوه بالتساوي كيف كتلاحظوا معايا. واحد اللمعان كيعطي هذا الكلاصاج رائع. فانتوما كيف كتلاحظوا معايا. فحتى الا تخوى لينا داك الشكلاط لتحت فماشي مشكل، ممكن اننا نهزوه بمعلقه ونسدو به اي جانب بان لينا مازال ما تسد. فهي هاد الكيكه كتجي ساهله، والمقادير دائما كيكونوا متوفرين عندنا، ما كندير شي حاجه اللي صعيبه فيه. فهانتوما كيجا الشكل ديالو. فغنخليه يستقطر مزيان فعاد نزينو. فها هو من بعد ما برد لينا شويه، فهو مازال في الصراحه مازال شويه دافي حيت انا زربت عليه. فغنحتاجو هنايا للتزيين الشوكولاته البيضاء اللي انا سبق ليا حكيتها، وشكلاط او شعريه الشكلاط الملونه او الفيرميسيل، ثم الشوكولاته الوان. فانا غناخد الشوكولاته البيضاء فغنحاول انني نلبسها الكيك من التحت بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا معايا، من الجوانب غير من التحت. فما نحاولوش اننا نطلعوها بزاف من الفوق. صراحه كيجي هكا الشكل ديالها زوين، غير شويه شويه حتى نساليو. فهانتوما الشكل ديالها كي كيجي بهاك. ثم غادي نوضعوا القطع ديال الشوكولاته الملونه او الحلوه الملونه. فهي متوفره في المتاجر ورخيصه، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. فانا كنعتقد انه ما كايناش شي دار اللي ما كايناش فيها الحلويات، خصوصا ملي كيكونوا فيها الدراري الصغار. فكنحاولوا اننا نزينوا بهذه الحلوه. فكنخالفوا في الالوان بهذه الطريقه هذه، كنمشيو مع الجوانب كلهم وكنستمر بنفس الطريقه كيف كتلاحظوا معايا. فصراحه هذه الحلوه كتعجب بزاف لولدي، فهو اللي اقترح عليا انني نصاوبها ليه، وهو اللي اختار كل شيء المكونات اللي صوبت ليه، خصوصا الحلوه المول. فكنتمنى انكم تفرحوا بها وليداتكم، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. فهي
سهلة وفي نفس الوقت لذيذة بزاف، وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكملها. فمن بعد ما ساليتها كلها فهذا هو الشكل ديالها. فدابا غناخد الفيرميسيل الوان او شعريه شوكولاته الوان ونحاول نلبسها الكيك من التحت او ندورها يعني من الجوانب فوق الشوكولاته البيضاء اللي حطيناها، اللي سبق ليا من قبل حكيتها في حكاكه عاديه غتكون غليظه شويه. فكنوضعها بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا معايا. فهي سهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، فممكن لاي وحده تقدر ديرها. من الجوانب ما كنطلعوش بزاف، كنحاولوا اننا نحطوها فوق الشوكولاته، فكيجي المنظر ديالها زوين بزاف. وكيبقى التزيين دائما اختياري، ممكن تزينوها مثلا من الجوانب غير باللوز ايفيلي او باتوني او الكاوكاو مهرمش نتوما واللي حبيتو واللي متوفر عندكم في البيت. فهذا كيبقى اقتراح بسيط وغادي يعجب الوليدات الصغار. فمن بعد ما كملتها فغادي نخليها في الثلاجه تبرد واحد 2 سوايع، فعاد نكمل ليها اللمسات الاخيره. فهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما بردات مزيان وقدمتها في طبق التقديم. والتزيين كيبقى اختياري، فكنزينو بالمتوفر عندنا. فهذا كيبقى اقتراح بسيط وسهل وكيعجب جميع الاطفال. فبلا ما نزينو بشي حاجه اللي صعيبه او نديرو شي شكل اللي هو صعيب، فكنجيبو اي نوع من الحلوى، اما الشكلاط او البسكويت، فاحنا قاضيين الغرض ونفرحوا بها وليداتنا وعائلتنا. ممكن نقدموها حتى في اعياد الميلاد، علاش لا، نقدروا نكتبوا عليها اي حاجه بغيناها ونوضعوا الشمع، فهي كتجي رائعه في المنظر وحتى في المذاق. كيف كتلاحظوا معايا فانا قطعت معكم واحد القطعه باش تشوفوا النتيجه ديالها كي كتجي. صراحه كتجي رطبه بزاف وخفيفه كيف غتلاحظوا معايا، وايضا شاربه ومعلكه. فهاك نتوما كيف كتلاحظوا معايا حتى السيرو ديالها كيجي رائع بزاف. فهانتوما فكنتمنى انها تعجبكم. كيف كتشاهدوا معايا ناجحه 100% وسهله وبمقادير متوفره في كل بيت ومذاق خطير، فهي فعلا كتستحق التجربه. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم على الاستمراريه، وديروا جيم او لايك للفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات. فالى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله، في امان الله.